الجواز دلوقتي بقى اصعب من زمان بكتير. يعني زمان قوي ايام العصر الحجري كان علشان تتجوز كان ممكن الراجل يصارع راجل علشان يفوز بالانثى، او يصارع حيوان مثلا علشان يفوز بالانثى. لكن دلوقتي الراجل بيصارع وحوش كتير قوي عشان يتجوز يا جدعان. اولا وحش السباكه، ده جسمه كله شعر وبفانيلا حمالات وعرقان واسنانه مكسوره، فصله عباره عن مواسير، بيبخ بلاستيك سايح اللي هو بيربط بيه الماسورتين، ده لغته عباره عن كلمه واحده بس: تeflon. ما بيقولش غيرها. هتقول له صباح الخير يقول لك محتاجين تeflon. قدامك قد ايه يقول لك محتاجين تeflon. عايز كام يا ريس؟ محتاجين تeflon. بعدها هتخش بقى على وحش النجاره. ده مش راجل، ده عباره عن باب مربوط بحبل عشان ما يريحش. ما هو عشان الباب لو ريح هتبقى مصيبه. سيبه يريح يا عم. ما هو انا ما بريحش اهو، يعني على الاقل انا او الباب حد فينا يريح. طيب بعدها تخش على وحش السيراميك. ده وحش مقرفص طول الوقت بيشرب شاي مليان مونه. يقول لك المونه خلصت يا هندسه. ما انت بتشربه في الشاي يا معلم. انت شارب نص شكاره اسمنت ورمل وكيلو شاي اهو، ولما تكلمه يديك بالوزره. يا اخي ملعون ابو الوزره يا اخي. مش على وحش الكهرباء. ده وحش بيصدر عنه صوت جهوري. اول ما يدخل الشقه هيقول لك: مين الحمار اللي كان شغال هنا قبلي؟ احنا محتاجين 800 متر سلك كهرباء. ليه يا اسطى؟ ليه؟ الشقه كلها على بعضها 80 متر اصلا، هتحط 10 متر فوق بعض يعني؟ ولا انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. ده كلهم زرارين وكوبس واتعشت وخلصت. يقول لك: لا عشان بيت النور يا هندسه. ولا انت مش هتعمل بيت نور والناس هتاكل وشنا؟ يا حبيبي اعمل بيت نور، اعمل بيت نور في بيتي. تخش على وحش النقاشه. ده زي الرفاعي كده، بيطلع تعابين ما تعرفش تشوفه وهو شغال. طول النهار والليل مشغل عباسة حموده وبيغني معاه بسلطنه. انه بقى هو ايه؟ شايل في قلبه وساكت. هو ما بيردش عليك. يقول لك: مش كفايه بقى مبيض المحاره مطلع الحيطه معوجه؟ ابويا بقى مش هتكفي، والعمدان دي محتاجه شغل كتير. سيبني بقى في حالي يا هندسه. وعدي عليا بعد يومين كأن انا اللي هعدي عليه في مكتبه، فاهم؟ مش شقتي اللي انا عايزها تخلص، لا. خلص ده بقى تخش على وحش الموبيليا. ده عنده اجود انواع الاخشاب اللي انت مش هتلاقي زيها في اي حته. اوعى تقول قدامه ان الخشب ده زي الكرتون. لا 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 لا، ما اسمحلكش. قلت له: يا استاذ ده خشب MDF محترم. يا عم وانا قلت لك ان امه رقاصه؟ ما هو الخشب ده عجينه كده وبيتعمل منها الخشب، هو شبه الكرتون. انا مالي؟ ما تقولش كرتون كانك غلطت في خاله بالظبط. لا. بعد كل ده تخش على وحش كبير شويه اسمه وحش القاعه. اول ما تخش عليه يقول لك: عندنا الفرح ب 3000 جنيه بس يا مستر، الكرسي ب 20 وفرش الكرسي ب 10، كرسيين مع العريس والعروسه ب 500 وفرش الكوشه ب 500، وفي بقى ايجار الDJ والبيست وسيرفيس التورته والشربات اللي هو مش شربات، اللي هو بيبقى حاجه ساقعه يعني عادي، بس سيرفيس الشربات وسيرفيس البوفيه كده يبقى كله على بعضه 55000 جنيه. امال ايه يا معلم؟ ايه 3000 جنيه اللي انت قلتها لي في الاول ده؟ انا مش فاهم. هاجر الحيطان القاعه فاضيه. خلاص ده بقى تخش على الفوتو سيشن اللي هو في الفرح، اللي هو اي صوره بفلوس. امال انا مديك فلوس في الاول ليه؟ لما انت تحاسبني على صوره يعني.